تقول عندي أختي تحط سورة الزلزلة يعني دائما تقرأ في البيت، وتقول بأنها يعني هي تنظف البيت من السحر أو الحسد وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله من الشارقة، بارك الله فيك. بالنسبة لي البيت يحصن من خلال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. لذلك هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يعتقد الإنسان بأن سورة الزلزلة إذا قرأت في البيت نظفت البيت، أين الدليل؟ نحن متعبدون بقال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فما يجوز للإنسان أن يوظف مثل هذه السور والآيات ويلتزمها ويعتقد بأنها يعني لها الأثر الفلاني. القرآن كله خير ولله الحمد والمنه. فلماذا عدلت أختك عن سورة البقرة وذهبت إلى سورة الزلزلة؟ وأين الدليل؟ نحن لما قلنا البقرة جبنا الدليل ولله الحمد، الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما هي أين الدليل؟ تجربة؟ لا، ما يصلح التجربة بهذه الشغلات، ولا يصلح أن تأخذ يعني الكلام من كل راقي. الرقاة أنواع، فيهم الفضلاء الأخيار طلاب العلم اللهم بارك، وما يقولون مثل هذا الكلام. أنا أجزم بأن طالب الراقي من طلاب العلم ما يقول مثل هذا الكلام. وهناك أناس لا يرقون جزاهم الله خير، لكن ما عندهم نصيب من العلم الشرعي ولا حظ من معرفة هذه الأحكام. فما كل واحد يعني قرأ على الناس نأخذ كلامه. يعني الآن إذا أخضعنا هذه الأمور للتجربة، غدا يقول لها روحي جيبي دخونات ودخني البيت، تروح تسوي تعمل هذا الشيء. غدا يقول لا جيبي حاجة الفلانية واعمليها في البيت لأنه راقي. لا، ما يصلح ما يصلح. بارك الله فيك. قولي لأختك تقرأ سورة البقرة. وبعدين بالمناسبة القراءة المسجلة ما تنفع. يعني الآن حاطين مسجل مثلا يقولون رقية، ما تصلح. هذه حكاية رقية، هذه للتعليم وللتلقين. الرقية الحقيقية أن الإنسان يقرأ على نفسه أو يقرأ بنفسه على المريض. قراءة سورة البقرة ما هو عن طريق المسجل ولا عن طريق القناة التلفزيونية ولا عن طريق التطبيق الموجود في بعض الجوالات. لا، قراءة سورة البقرة يقرأ الإنسان بنفسه. وسبق أنني فصلت في هذا وكررت وبينت بأنه ما يلزم أن يكون في لحظة واحدة، مع أنه بالإمكان يعني سورة البقرة يقرأها الإنسان تقريبا في ظرف ساعة ونصف. هذا يعني إذا كان قراءته يعني فيها يقرأ بحذر يقرأها بساعة ونص، ساعة وربع، أو يقسمها. يعني يقرأ مثلا في النهار القسم الأول والقسم الثاني في الليل، أو يتناوبها أهل البيت إذا كانوا مشغولين. الأم تقرأ لها مثلا 100 آية والزوج يقرأ 100 آية والبنت تقرأ كذا والولد يقرأ كذا. الحمد لله حصنتم البيت، لأنكم أنتم المقصودين في التحصين والتعويذة، كل البيت ومن فيه. فيجوز أن يشتركوا في مسألة قراءة، وإن كان الأفضل والأكبر أن يتولاها واحد. فلذلك قولي لها تترك هذا الأمر. وأيضا أنبهها إلى مسألة المسجل، هذا ما يصلح أخت الفاضل. بارك الله فيك.